فاكرين لما شفنا أول كاميرا اللي بتطلع لوحدها من الموبايل؟ إحساس كان زي فيلم خيالي علمي، صح؟ فجأة الشركات السابقة على التقنية دي وبعد شوية بوم اختفت تماما. طب ليه؟ وإيه السبب الحقيقي؟ وإيه الشركات اللي أصلا استخدمتها؟ تعالوا نفك اللغز ده مع بعض، وحابب أسمع رأيكم في الكومنتات، بس ما تنساش اللايك الأول. الكاميرا المنبثقة كانت فكرتها بسيطة وعبقرية. بدل ما تكون الكاميرا باينة وتخرج بشكل الشاشة، هي الشركات قررت تخبيها جوا الجهاز وتطلع وقت ما تحتاجها. الفكرة إنها كانت تديك شاشة كاملة بدون نوتش ولا ثقب. حركة رهيبة، صح؟ بس ورا الجمال ده كان فيه مشاكل كتير. الشركات اللي استخدمت الكاميرا المنبثقة، الشركات ما ضيعتش وقت وبدأت تنفذ الفكرة، وأشهرهم أوبو فاين إكس 2018، أول موبايل حقيقي يلفت الأنظار بالكاميرا الملتصقة اللي كانت تطلع بشكل كامل مع التصميم الفخم. وتاني شركة اللي هي فيفو، موبايل فيفو نيكس، واحد من أول الأجهزة اللي قدمت الكاميرا دي بشكل عملي أكتر. وتالت حاجة ون بلس 7 برو، ده كان بطل التقنيات بالكاميرا الملتصقة سريعا وأداء ممتاز. ورابع حاجة شاومي مي 9 تي وريدمي كي 20، من أشهر موبايلات الفئة المتوسطة اللي استخدمت التقنية دي وكانت بتقدم أداء عالي بسرعة معقولة، وغيرهم زي ريلمي وأسوس وزينفون. هنا تضيف مقارنة بين الكاميرات المنبثقة وحاليا. كل الحلو ده كان ليه ضريبة. مشاكل الكاميرا المنبثقة كانت واضحة. أول حاجة الإمكانية مش مضمونة، الحركة الكتيرة كانت بتبوظ الكاميرا بسرعة. وتاني حاجة مش ضد المية والغبار، فتحة الكاميرا كانت نقطة ضعيفة كبيرة. وتالت حاجة بطء الأداء، لما تكون مستعجل وتفتح الكاميرا ممكن تفوت اللحظة اللي عاوز تصورها. ورابع حاجة التكلفة، الشركات لقت إن الفكرة مكلفة جدا والمستخدمين مش مستعدين يدفعوا ازاي عشانها. الشركات رجعت للكاميرا اللي في الشاشة لأنها عملية أكتر وأرخص، وأهم حاجة المستخدمين كانوا راضيين بالشكل ده. ورأيي الشخصي من وجهة نظري الكاميرا المنبثقة كانت فكرة عبقرية، لكن وقتها ما كانش مناسب والتقنية ما دعمتهاش بشكل كامل. يمكن نرجع نشوفها بشكل أفضل مستقبلا. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، انتوا كنتم بتحبوا الكاميرا دي ولا شايفين التصميمات الحالية أحسن؟ عاوز أسمع رأيكم. وكده نكون خلصنا حلقتنا، ولو حاسس ان الفيديو ده افادك اضغط لايك، ولو بتحب تعرف اكتر عن عالم الموبايلات والتكنولوجيا ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا سلام.